uma dinâmica no jogo muito grande. تحرك اللعب والجديه والشده في المباراه كانت مرتفعه جدا في الشوط الاول. Depois na segunda, é evidente, depois houve logo ali 3 paragens naqueles inícios do jogo, quebrou muito o jogo. فطبعا بالنسبه للشوط الثاني حصل 3 توقفات في بدايه الشوط الثاني في الاصابات ودي يمكن عطلت اللعب شويه. E o jogo perdeu a sua fluidez, mas isso é uma coisa natural. واللعب برضه مشي زي ما احنا شفنا بس ده شيء عادي جدا. Também podemos ver aqui de repente uma mudança no nosso organismo em termos daquilo que é o repouso e a alimentação, de ontem para hoje, com esta história do Ramadão. طبعا احنا حاطين في الافكار برضه ان في دلوقتي احنا في ظروف رمضان ففي اختلاف شويه في التغذيه وفي معدل الغذاء اللي بيخش للجسم من امس والنهارده. Este jogo era perigoso, entre aspas, no sentido que foi aqui com 2 dias de repente e mudámos o cotidiano, o ritmo. يعني كان خطوره المباراه دي بالنسبه لنا ان هي في اول يومين في رمضان يعني لسه الجسم يعتبر ما غيرش الريتم بشكل كامل من الحاله العاديه لحاله الصيام وان المباراه تعتبر في معدل او في حاله التغيير اللي بيعملها الجسم. Só para resumir nós temos a capacidade ainda para fazer mais gols. Eu só fiquei pouco aborrecido porque nós temos que concretizar mais oportunidades do que elas tivemos. النقطة بس هو ان انا بقول بصراحة ان احنا عندنا المقدرة ان احنا نسجل اهداف زيادة ويمكن دي النقطة يمكن اللي هي المدرب بيفكر فيها وهي دي اللي حتى حط ايده عليها هو ان احنا نقدر ان احنا نسجل اهداف اكتر ونقدر نستغل الفرص اكتر قدام المرمى. شكرا.